مساء الفل، معكم حليم من قناة حليم بتاع الكورة. لسه مستمرين في الاحتفالات. يمكن الفترة دي الواحد من كتر الموضوعات اللي عاوزين نتكلم فيها متحير جدا. نتكلم عن ايه؟ يعني في اخبار كويسة مصاحبة لخبر طبعا تتويج الزمالك بلقب السوبر، على الجانب الاخر في اخبار سلبية في المعسكر الاحمر. عندنا اخبار كويسه عن صفقات، عندنا لسه كلام كتير قوي في الفقره الفنيه محتاج شغل ومحتاجين سبوره ومحتاجين نوضح. في ظل الاجواء دي الناس بتحتفل والناس منشغله بشكل كبير طبعا عن المتابعه، فبنحاول قدر الامكان كده ايه نكون خفاف في التواجد، بس في نفس الوقت نحافظ على تواجدنا، لان طبعا احنا كبرنا بيكم وتعبنا في وجودكم، وان شاء الله نكبر كده مع بعض. فان شاء الله الفتره ديت او حلقه النهارده هنتكلم فيها عن مجموعه اخبار تفرق جدا مع الزمالك. وانتوا عارفين طبعا ان حته الاخبار انا مش مهتم قوي بالجانب الخبري، لكن لما بيكون في حاجات تستحق التعليق بنتكلم عنها. النهارده عندنا شويه كده موضوعات مهمه هنتكلم فيها. الموضوع الاول بروح واحده نقدر نصنع المستحيل. العنوان الثاني هنتكلم عن تبعات الهزيمه في الجزيره طبعا المدويه، واللي بدانا نشوف اشكالها النهارده. الموضوع الثالث هنتكلم عن الخائن في المدرج الاهلاوي، من الموضوعات المهمه برضو. وابو فروه على مكتب الخطيب، طبعا انتوا عارفين كلكم ابو فروه. واخيرا هنتكلم عن الغيني في صفوف الزمالك، وربما لاعب الماني اخر اشرف بالتواجد معاكم. في البدايه قبل ما نبدا، لو حضرتك لسه جديد في القناه يا ريت تشترك معانا. لو حضرتك بيعجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه سواء فني او اخباري، يا ريت تعمل لنا لايك وتدعمنا. ولو عندك اي تعليق على المحتوى اللي بنقدمه، او بتفضل الفني اكتر من الاخباري، او حاسس ان الحاجتين الاتنين مهمين مع بعض، يا ريت توضح لنا ده في تعليقك. ويلا بينا نبدا. اول خبر بخصوص بروح واحده نصنع المستحيل. طبعا نادي الزمالك سطر حروف من نور تاريخه، وكتب ارث يتحكى عنه الاجيال القادمه بعد الفوز طبعا بلقاء السوبر الافريقي، البطوله المهمه والبطوله الكبيره، التتويج الخامس في تاريخه والثاني على حساب الغريم الاهلي. ان كان سوبر ايمن منصور هو سوبر قرن العشرين، فسوبر ناصر منسي هو سوبر القرن ال21، الى ان طبعا ان تتكرر المواجهه في خلال القرن ان تكررت. الزمالك بيؤكد صحوته على غريمه الاهلي في هذه البطوله العريقه. الزمالك بيؤكد جدارته. نادي الزمالك استعد كويس جدا للبطوله. اتكلمنا امبارح في اكتر من امر، للي فيكم تابعني على فيسبوك اتكلمنا ان الزمالك كان في سيطره على المعسكر بتاعه، وكان في اغلاق تام على كل الاخبار المصاحبه. وبدات اشعر ان في اخبار كان مقصود انها تتسرب للاعلام، زي خبر ان المدرب مش مقتنع ببنتايج، زي ان خبر المدرب هيبدا بشحاته جنب دونجا. دي كلها كانت مايند جيمز، كلها يعني حاجات العاب عقل نجحوا ان هم يضللوا بيها المعسكر الاهلاوي ويربكوا حسابات كولر. بالاضافه كمان لجزئيه الانسحاب ولو لمده دقائق من بعد احتساب ركله الجزاء الظالمه. ده كان من شانه ان الحكم حجم اخطائه بشكل كتير جدا حتى لو ظلت متواجده، لكن الزمالك اعطى جرس انذار للحكم وللقائمين على البطوله ان هو ممكن في اي لحظه يقلب الترابيزه في اي وقت. فطبعا كان الزمالك له النصيب الكبير من الانتصار. ان شاء الله نزلنا حلقه في تحليل المباراه، حطها في الديسكريبشن، ومن القادمه هنشتغل على باقي الحلقات. انا شغال بالفعل وبجمع حاجات، بس لازم انا اقدم حاجه تليق بيكم وما يكونش مجرد كلام في الهوا، لازم يكون كلام عليه دلالات. وانتوا عارفين طبعا موضوع الحقوق بيكون صعب في اليوتيوب، فنحاول بقدر الامكان ندلل على كلامنا ولو حتى بشرح على السبوره او بصور، او هنشوف هنعمل ايه ان شاء الله. فيما يخص انتصار الزمالك، انتصار الزمالك طبعا كان له تبعات ايجابيه على الفريق. هيئه الترفيه السعوديه بقياده طبعا تركي آل الشيخ صرفت $1.5 كمكافاه لنادي الزمالك، علاوه عن $1,000,000 اللي هو اصلا مبلغ البطل اللي بيتصرف من الاتحاد الافريقي. فحاصل دلوقتي المكاسب $2.5 مليون. وهنا دي رساله واضحه برضو لمسؤولي نادي الزمالك اللي احنا طبعا بندعمهم وبنتمنى لهم التوفيق من كل قلبنا. يعني كان فيه تفكير للتفريط في بعض نجوم الفريق لاجل الحصول على اموال. النهارده ثبت بالدليل وبالبرهان ان انا ممكن الحفاظ على اللاعبين مش بس يجلب لي انتصارات، ده يجلب لي اموال. يعني زيزو كان واحد طبعا من العناصر المهمه في صناعه هذا المكسب. بقاء زيزو ساهم في وجود $2.5 مليون في خزينه نادي الزمالك.
رقم تقريبا مقارب للرقم اللي كنا هنبيعه بيه في ظل احتفاظنا بخدمات اللاعب. يبقى اذا مش كل البيع هو استثمار بيرفكت 100%. ممكن بقاء بعض اللاعبين بيكون هو الاستثمار الحقيقي لانهم بيجلبوا مكاسب، والمكاسب بتجلب بطولات. في هذا الصدد سمعنا النهارده عن كابتن محمد عواد في اول تصريح ليه بان هو ما عندوش مشكله ان هو يجتزئ من راتبه هو مجموعه اللاعبين لاجل زيزو، ودي روح كبيره وروح عاليه طبعا مجموعه اللاعبين. انا بحيي عواد بصراحه في هذه المباراة، رغم ان انتوا عارفين ان انا ما عنديش مشاعر ايجابية ناحيته يعني، لكن اللاعب فرض نفسه بالامانة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء العظيم، وراجل كان واحد من ابطال المباراة. يعني انا بعتبره النجم رقم 2 أو 3 في المباراة. عواد كبقية اللاعبين فيه روح حلوة. شفنا طبعا كابتن شيكابالا في الاحتفالات مع ابراهيم فايق ودوره القيادي، شفنا قد ايه كان مهتم بحتة تحفيز اللاعبين وان هو بيجهز فيديو، والفيديو ده وراه للاعبين. طبعا عمله صديقنا مايكل ايوب، ويقال ان هو الفيديو ده اثر فيهم جدا، وفي بعض اللاعبين بكوا لاجل يعني الطريقه اللي الاعلام بيتناولهم بيها، وده طبعا كان له مردود ايجابي في الملعب، وكلنا شفنا الحمد لله الانتصار العظيم الذي حققناه اداء قبل نتيجه. ننتقل للجزئيه الاخرى، تبعات الهزيمه في الجزيره. ويمكن بقى انا مش من الاشخاص اللي ممكن تسخر، لكن بحس كده ان الناس دايما هناك علشان عايشة في المدينة الفاضلة، وعشان عايشة في البيت الزجاجي اللامع دائما والمضيء دائما، بمجرد ما بتحصل أي هزة أو أي هزيمة غير متوقعة أو كذا بتحس إن في زلزال. هو طبعا هزيمة لقب كبير زي ده وعلى حساب غريم زي الزمالك هو زلزال، لكن لما نيجي نناقش أسباب وهي وكأن الأسباب دي هي السبب في الهزيمة، لا والأكتر من ده ان الاسباب دي احنا بنسلط عليها ضوء دلوقتي. طب ما المشاكل ديت يا جماعه ما هي موجوده من قبل لقاء السوبر. يعني مثلا هنقرا مع بعض كده ايه بعض القرارات اللي اتخذها طبعا الاهلي واللي صدرها لاعلامه عشان طبعا يهدي جمهور. بيقول لك الاهلي يقرر استمرار فرض الحظر الاعلامي على جميع اللاعبين حتى اشعار اخر. يعني هو الحظر الاعلامي ده على حسب الكلام ان هو استمرار، يبقى هو كان موجود، فما اعرفش هل هو ده سبب من اسباب الهزيمه ولا ايه. لقينا برضو بيقول لك حظر حضور اللاعبين اي افتتاح او اي مناسبه بدون اذن سامي قمصان. يعني سامي قمصان طبعا هو القائم باعمال مدير الكوره، فبرضه هي حته الحفلات والموالد والحاجات الغريبه اللي احنا بنشوف لعيبه الاهلي بتحضرها دي. شفنا اكتر من واقع الفتره اللي فاتت، وشفنا امام عاشور وكهربا ومروان عطيه ومجموعه من اللعيبه حتى بما فيهم قفشه وغيرهم. هو السؤال يعني اذا كان فاز الاهلي بالسوبر الافريقي كان هيبقى حضور المناسبات دي عادي؟ واذا كنت شايف ان هي مش عادي، طب ليه انت ما منعتهاش من الاول؟ طبعا كلام كله كلام مايع من اجل اسكات الجماهير طبعا السائره من طرفهم. بيقول لك اللائحه تنص على غرامه 150 الف جنيه بعد خساره السوبر واتجاه لتغليظها ل 300 الف جنيه. طبعا يعني قرار اعتقد هو قرار صحيح، لان ده تاكيد على قيمه البطوله واهميه البطوله. عشان بس الناس اللي بتحاول تقلل من حجم البطوله، سيتم توقيع عقوبه على رامي ربيعه وعمر كمال اذا ذكر سامي قمصان ان طريقه احتفالهما استهزاء بالخصم. ودي برضو من الحاجات الغريبه، يعني الثنائي ده احتفل قبل الاوان زي ما بيقولوا كده. هو كان مجرد الركله الاولى والركله الثانيه، وحتى الزمالك ما كانش اهدر حاجه يعني عشان هم يحتفلوا بالطريقه دي. انا جالي احساس ان هؤلاء اللاعبين كانوا بيطمنوا نفسهم. يعني هؤلاء اللاعبين حصل عليهم ضغط كبير جدا اثناء المباراه، وحسوا في اكتر من مره ان المباراه بتتسرق منهم. ذهابهم لركلات الترجيح وتسديدهم لركلات ترجيح صحيحه ثم احتفالهم بالطريقه دي تحيلك ان هم يعني متوترين وبيحاولوا يجلبوا لنفسهم مزيد من الهدوء. يعني انا بحاول اطمن فرقتي، خاصه ان رامي ربيعه واحد من كباتن الاهلي، وعمر كمال برضو مشهود له ان هو لعيب صاحب اخلاق، يعني مش بتاع مشاكل. فده يديك احساس ان هؤلاء اللاعبين كان عليهم ضغط عصبي شديد اثناء المباراه، وهم كانوا بيحاولوا يطمنوا نفسهم بالاحتفال العجيب ده. نكمل النص. بيقول لك تاجيل حسم جميع القرارات بخصوص مدير الكره بعد عوده كولر من الاجازه بعد اسبوع والاجتماع مع الخطيب. برضه فكره ايه مدير الكره، وفي ناس بدات تسترجع بقى شخصيات زي سيد عبد الحفيظ، واحنا يعني مش عارف هو مدير الكره بيلعب في الاهلي يا جماعه ولا ايه الكلام. يعني ده برضه ان ده اللي فهو بيدل ان احنا ايه نفس القصه بتاعت اصل ما خدناش الطباخ في بريتوريا والكره مفسيه، واصل مش عارف ايه اللي حصل، ومين الحكم ده مش عارف كان اخته متجوزه في دمنهور فخالته مش عارف جرالها ايه. كلام بقى قصص كده اللي هو ايه حوالين الهزيمه يتوهك يا ابني
يعني احنا مين ولا انتوا فين ولا احنا احنا عايشين في انهي كوكب مع بعض، ولا كلام بقى عجيب وغريب وشريد وفريد بنسمعه. الناس دي ما ينفعش تخسر كده زي الناس العاديه بتسكت، يعني ما مثلا احنا كنا وحشين، احنا كنا سيئين، الزمالك مثلا يستحق. لا، مفيش الكلام ده. هو في هناك لازما في مسببات ما وراء كونيه بتؤدي الى الانهيار اللي احنا شفناه في الملعب ده. هذا فيما يخص الزلزال. الزلزال ده طبعا كان من تبعاته الاخ اللي اسمه امام عاشور مقدم قفشه فيه شكوى لمدير الكوره طبعا سامي قمصان على ان هو حصل مشاده بينهم في الملعب او اللاعب تجاوز في حقه. شفنا برضو بعد المباراه اكتشفنا ان هو اثناء تبديله كان بيطلع لسانه لجمهور الزمالك، كان طبعا بيسخر من بعض اللاعبين في قلب الملعب. سمعنا دونجا بيصرح هذا اللاعب غلط في اهله ووالده ووالدته، كلام من هذا القبيل. وانا يعني بصريح العباره مش عارف هل ده سلوك يرضي الناس. انا طبعا ما اناش في مكان ان انا احكم على امام عاشور لان هو لا ينتمي الى فريقي، لكن خلينا نقول ان كل واحد بيعبر على اخلاق البيئه اللي هو منها واخلاق البيئه المحيطه به والناس اللي هو عايش معاهم. فكره تصدير دايما ان امام عاشور هو نجم الاهلي وهو بهذه الاخلاقيات الامر صعب جدا. يعني احنا مثلا بنحترم في الاهلي محمد شناوي كابتن النادي، كلامه متزن وعقلاني. بنحترم مثلا قفشه، يعني ممكن يكون قفشه واحد من الناس اللي احرزت هدف تاريخي بالنسبه للاهلي وفي مرمى الزمالك، لكن ده لم يقلل من احترامنا فيه، ولا عمرنا مثلا تجاوزنا في حقه ولا غلطنا معاه ولا شفنا مثلا الجمهور بتاعنا بيشتمه فهو بيقوم يطلع لهم لسانه ولا الكلام الفارغ ده ان دل فهو يدل طبعا على ان فكره الترند والحاجات دي هي اللي بقت تجيب او تلفت نظر الاعلام دلوقتي. ويمكن قفشه شخصيا طلع وضح الكلام ده في احد مداخلاته مع ابراهيم فايق وقال لك ان الجري وراء الترند هو اللي بيصنع من اللعيبه دي كده. انا اعتقد ان امام عاشور بمثل هذه الاخلاقيات هو في طريقه لسكه كهرباء. احنا شفنا اللي مشي في السكه دي قبل كده وصل لحد فين. عموما ده خبر يعني ما يضايقنيش كمشجع زملكاوي. يقال ان الاهلي هيعمل معاه تحقيق بخصوص قصه استفزازه للزمالك. سمعنا برضو ان حسام حسن هيستبعده من معسكر المنتخب لانه كان يتهرب المعسكر الاولاني، ووضحنا ده واتكلمنا عنه في احد فيديوهاتنا ان هو كان يتهرب، وفعلا كانت دي الحقيقه يعني المطلقه، وحسام حسن خد باله من هذا الامر. يعني لاعب نتمنى له كل السيء طبعا طالما هو بهذه الاخلاقيات، وهو حر بقى، يعني هذا ما جناه على نفسه. يعني نتكلم فيها الموضوع الثالث بخصوص قصه التيفو. الموضوع طلع كبير. الاول عاوز اقرا لكم تصريح من عضو مجلس اداره نادي الهلال السعودي اسمه حسن الناقور. ده عضو مجلس اداره الهلال السعودي طبعا من الانديه العظيمه والعريقه، حاطط التيفو بتاع شيكابالا وحواليه الجماهير وكاتب: ملعبنا يمكن ان يقام فيها التيفوهات بشكل عالمي. مجلس الجمهور يجب ان يعمل هذا الموسم على ظهور المدرج الهلالي في افضل صوره. الامكانيات موجوده والقوى الزرقاء موجوده، ومثل ما شفنا في المباراه يمكن ان يقام اشكال جماليه في المدرج بهذا الشكل. كان حاطط التيفو طبعا بتاع شيكابالا وراء الالتراس، طبعا شهاده نعتز بيها طبعا من الاستاذ حسن الناقور او ايا كان التايتل بتاعه. لكن الوايت نايتس الاولى من زمان، والكلام ده مش عشان انا زملكاوي يا جماعه، يعني فعلا كل الاجيال الجديده لازم تبقى فاهمه ان الوايت نايتس الاولى من زمان. انا عمري ما كنت منهم واتشرف ان انا اكون منهم، لكن ما حصليش هذا الشرف الكبير. لكن الناس لازم تبقى فاهمه ان طول عمر الوايت نايتس سباقه، وطول عمر الوايت نايتس هي الرائده في هذا المجال منذ زمن. يعني فعلا بعيدا بقى عن نتائج الزمالك او مثلا ان الوايت نايتس ظهر في فتره كان الاهلي هو له ابر هاند على الزمالك وكل الكلام ده، ما فيش ادنى مشكله بان احنا نعترف بيه. لكن هذا لا يمنع ان اولتراس وايت نايتس كانوا من العظماء وكانوا من مؤسسي هذه الروابط في القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط عموما، وكان بيصنف واحد من اعظم روابط التشجيع على مستوى العالم. يعني كان في احد تصنيفات كده كنت قريت ان هو في المرتبه الثالثه الرابعه حاجه كده بعد جماهير بروسيا دورتموند. طبعا ده من افضل روابط الاولتراس في العالم دورتموند، رغم ان مثلا بايرن اكثر تتويجا بالبطولات في المانيا. يعني هي مالهاش علاقه بالتتويجات ولا بالكلام ده، لا علاقه بحته ان انت جمهور عندك وفاء ومطلع وحاضر مدرجاتك وابديتد وطول الوقت بتسعى ان انت تعمل دخلات قويه. كانت برضو دخلت نادي الزمالك لما تم
من 100 سنه في مئويه نادي الزمالك كانت عبقريه جدا من الوايت نايتس، وكانت من الحاجات اللي خدت جوائز. كان له صوره برضو في 2015 خدت جايزه، يعني يا رب كده اتذكرها واكتبها لكم ان شاء الله اثناء عرض الفيديو. فالوايت نايتس الاولى من زمان. وفي هذا الصدد طبعا كلنا شفنا شكل التيفو بتاع شيكابالا والالتراس اللي وراه مقارنه بالتيفو اللي كان عرضه جمهور الاهلي في القاهره. يمكن كانوا هم اكثر عددا وكذا وكذا، لكن طبعا الجوده في شكل التيفو، في طريقه الرفعه نفسها، شفنا الزوايا بتاعه التيفو الاهلي كانت واخده شكل مقعر كده عكس الزمالك كانت مفروده. شفنا طبعا الجوده بتاعه الصوره نفسها عامله ازاي. الاهلي رفع تيفو لشيطان ماسك لقب الكاس السوبر وكاتب عليه رقم 9، اللي هو بيستعد ان هو عايز يحصد اللقب التاسع ليه يعني. وكان جاي ماشي من طريق طويل والشيطان ده ماسك في ايده الشوكه بتاعته بتاع. لقينا تيفو الزمالك بيرد عليه في الجهه الاخرى بالفارس اللي هو طبعا الوايت نايتس الملثم ده، طبعا شعارنا دايما اللي احنا بنقدمه عننا كرابطه تشجيع. وهو ماسك الشوكه بتاعه الشيطان ده ورميها في الارض، وراس الشيطان ده مقطوعه ومحطوطه جنبه، وماسك هو في ايده كاس السوبر. فده ان دل فهو بيدل ان هناك مسرب دخلت جمهور الاهلي في المدرج وراحت للزمالك، فالزمالك عمل عليها رد، اللي هو احنا قطعنا راس الشيطان بتاعكم وكسرنا البتاع. حتى كان في يعني هتافات داخل المدرج الزملكاوي، الدخله باظت الدخله باظت وكلام زي ده. فده يدل ان هناك يعني خونه مدرج الاهلاوي خاصه من روابط التشجيع بتاعتهم. في حد كان قال لي في البرايفت ان هو يعلم ان حد تقاضى اجر يعني مقابل ان هو يسرب الدخله دي. طبعا انا مش متاكد من تلك المعلومه، لكن ده ان دل فطبعا بيدل على الجاب الرهيب بين عقليه الجمهورين وبين مثلا امكانيات الجمهورين الاثنين في النوعيه دي من النشاطات. يعني حاجه طبعا عظيمه وحاجه مشرفه نفتخر بها ما قام به جمهور نادي الزمالك في هذه المباراه. واخص هنا بالذكر طبعا رابطه السعوديه والقائمين عليها، وبنشكرهم شكر كبير. اخر خبر معانا النهارده هنختم بيه اخبارنا هو غاني في القاهره والماني برضو قريب. طبعا الزمالك تعاقد مع اللاعب جيفرسون الغاني اللي كان بيلعب الدوري البرتغالي. انا كنت محضر عنه زي كده فيديو صغير، بس للاسف طبعا توابع السوبر. انا حتى عملت استفتاء عندي في الصفحه هنا، مين يا جماعه يحب يسمع فيديو اللاعب ده؟ فالناس كلها فضلت السوبر. ان شاء الله الفيديو ده يكون موجود بكره ارفعه هنا. لاعب كويس جدا رغم ان هو صغير السن، لاعب مميز بيلعب برجلين الاثنين، لاعب فارع على القامه، ولاعب منتظر ليه مستقبل باهر، وجاي طبعا بقيمه مجانيه وبعقد دائم مع نادي الزمالك لمده 4 سنوات. ويقال بس ان العائد اللي هيعود على ناديه اللي هو باعه لنادي الزمالك، ان هو لو الزمالك اعاد تسويقه هيحصل على نسبه اعاده بيع اعتقد 10 او 15% حاجه زي كده. فكويس طبعا طريقه ابرام صفقات من النوع ده. هناك برضو احاديث عن لاعب بيلعب في الدوري الالماني، رجع كلام من جديد على عوده مصطفى اشرف. فاكرين اللاعب اللي كان اثير عليه جدل كبير في الشتاء اللي فات، والاهلي والزمالك كانوا اتخانقوا عليه وكذا وكذا، وكان الزمالك قفل هذا الباب نظرا لمغالاه اللاعب طبعا واسرته. رجع اتفتح هذا الامر من جديد، ونادي الزمالك في خط مفاوضات هل هنلحق او لا. في طبعا قائمه افريقيه هتتقفل يوم 30/9، اذا الزمالك ابرم صفقه او اكتر هيقدر ان هو يأيدها. هل مثلا صفقه بيكهام تمت او لا؟ يعني خلينا ما نحرقش المفاجاه، لاني عندي تفاصيل في هذه الصفقه مختلفه شويه عن معظم اللي بيتم تداولها، فمش حابب اكون يعني اتكلم قبل موعد الكلام الفعلي. هل الزمالك نجح ان هو يبرم صفقات يلحق يأيدها قبل يوم 30، ولا هيكتفي بصفقه جيفرسون وهينتظر بقى لغلق القيد المحلي يوم 25 اكتوبر عشان يدعم بقيه الصفقات اللي هو محتاجها؟ خلينا نشوف. ممكن نعمل حلقه مخصصه عن قصه تحركات الزمالك في الميركاتو، لكن طبعا نظرا لضيق الوقت النهارده 29، بكره يوم 30 هو اليوم النهائي تقريبا لغلق القائمه بالنسبه لنادي الزمالك. فان شاء الله لو في اي جديد هنوفيكم بالجديد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. حسيت النهارده كلمتين مهمين لازم كنت اطلع اقولهم. اللي طبعا بيعجبوا المحتوى اللي بنقدمه يا ريت يدعمنا بلايك او بكومنت، وان شاء الله انتظروا الفتره اللي جايه سواء تحليل صفقات الزمالك اللي هيبرمها او حتى تكمله للتحليل بتاع مباراه السوبر. ونتمنى كده نكون عند حسن ظنكم دايما. الف مبروك بمناسبه تتويج بالسوبر الافريقي، يا رب دايما كده فرحانين وننتصر الانتصار. وشكرا، سلام.